الأبراج هتتأثّر، كل برج هيتأثّر على حسب مكانه في الخريطة الفلكية، وعلى حسب وجوده بالنسبة لبرج الدلو بالذات، لإنه الدلو هيروح له المريخ، وفي نفس الوقت الشمس هتكون موجودة في التوقيت ده في الدلو، وهيبقى عندنا نبتون بيتحرك ورايح على برج الحمل. كل ده في الآخر بيقول حاجة واحدة، إن كل الأبراج عندها تأثيرات. تعالوا نقول بقى تأثيرات كل برج على حدة، لإن إحنا عندنا 12 برج. الحَمَل هنبتدي بيه في البداية. برج الحَمَل أنا شايفة إن أنت هيكون عندك فترة من الرغبة في إن أنت تكون قاعد لوحدك، محاسبة الذات ومحاسبة نَفْسك، عايز ترجع تاني تشوف أنت بينك وبين نَفْسك إيه الحاجات اللي أنت أخطأت فيها في الماضي، ودلوقتي عايز تصلّحها مش عايز تكمّل في هذه الأخطاء. يعني عندك فترة لمعاتبة أو يعني محاسبة نَفْسك مرّة تانية. أمّا عن برج الثور، برج الثور أنا شايفاك إن أنت قد ما أنت عندك فترة من الاكتئاب أو من عدم الرغبة في إن أنت تكون موجود في وسط ناس، هيكون برضه عندك الرغبة في إنك أنت تاخد حقوقك من ناس كتير، وإن أنت عايز تقول للناس لأ أنا موجود وأنا ناجح وأنا مش فاشل، أنا شخص ناجح وشخص قادر إن أنا أثبت نفسي. بس مع الأسف أنت واقف في النُص مش عارف لسه تعملها إزاي، محتاج تقعد مع نفسك شوية ومحتاج تفكّر إزاي تعمل ده يا برج الثور. أمّا عن برج الجوزاء هيكون عندك فرصة إن أنت تغيّر شيء عندك أو تنتقل من مكان إلى مكان. ما تنساش إنه المريخ في الدلو هيدّي لك دعم إلى حد كبير، وهيدّي لك جراءة في إنك أنت تعبّر عن نَفْسك وتعبّر كمان عن الحاجة اللي حواليك. أنت كده، في الفترة دي ممكن يكون عندك برضه سفر أو انتقال من مكان إلى مكان. أمّا عن برج السرطان، أنت حزين، عصبي، زعلان، في حاجة كبيرة مأثّرة عليك، ممكن ده يأثّر عليك بدنيًا، صحيًا، لكن في نفس الوقت أهم حاجة إنه ما يأثّرش عليك نفسيًا. احذر من التأثيرات النفسية لانتقال المريخ للبدن. أمّا عن برج الأسد، تحديات مادية، عندك تحديات مادية في الفترة دي، هو هيكون موجود في مكان عامل تحدي فلكي قوي معاك، وده بيخلّيك أنت تكون حاسس بالتأثيرات دي جدًا، جدًا. أمّا عن برج العذراء، ممكن تبقى حاسس إن تراكمات العمل اللي عندك أرهقتك بدنيًا وأرهقتك نفسيًا، لكن كمان في نفس الوقت عندك تراكمات في البيت أو عندك بعض المشكلات العائلية، عليك بالحفاظ على سرك، وعليك كمان بالحفاظ على إنك أنت تحل المشاكل دي بدون ما تصعّد. مشكلتك كلّها تكمُن ماديًا، أنت عايز تحلّها ماديًا، لكن المريخ في برج الدلو هيدّي لك نشاط، هيدّي لك فرصة لإنّك أنت تعبّر عن نَفْسك، هيدّي لك فرصة لإن أنت تكون أكثر ثقة في نَفْسك وتكون عايز تتكلّم عن نَفْسك أكتر وتبقى عايز تقول أنا اتظلمت في كذا أو ما اتظلمتش في كذا، هتدافع عن نَفْسك في حاجات كتير. ما تنساش إن هو موجود في مكان داعم جدًا، جدًا بالنسبة لك. لأنه بيتك الخامس تقريبًا، فده بيت تحقيق الأمنيات، فده بيدّي لك فرصة إن أنت تقدر إن أنت تحقق أمنياتك، لكن هتكون خطواتك سريعة وغير محسوبة. أمّا عن برج العقرب، العقرب أنت على قد ما أنت مبسوط ومرتاح، لكن أنت كمان حاسس بالقلق وحاسس إن أنت مضطرب. خلّي بالك إن ده عامل زاوية فلكية معاك كبيرة، لأنه موجود في برج الدلو بيتك الرابع، فده بيعمل زاوية معاك، بيخلّيك تحت المجهر، تحت المنظار، وبيخلّيك إن أنت ده بيخلّيك تشعر إن أنت متأزم أو إن أنت قلقان أو إن أنت مش عارف تاخد القرارات المضبوطة. القوس هو في بيت الشراكات، في بيت العمل، sorry، في بيت الشراكات وفي بيت التواصل. فخلّي بالك جدًا، جدًا إنه ممكن في أثناء ما أنت بتعمل شيء معيّن ليه علاقة بشغلك أو ليه علاقة بعقد عمل أنت بتعمله في الفترة دي، يطلع لك فيه مشاكل أو يطلع لك فيه بعض الأزمات. أنت ممكن ييجي لك عقود سريعة ورا بعضها، فده اللي ممكن يخلّيك تحس إن أنت محتاج تغيّر شوية من أسلوبك أو من طريقتك. برج الجدي، ماديًا في حاجة جاية لك ماديًا وسريعة، يعني ممكن ترتاح ماديًا أو ارتياح مادي، لكن كمان على قد ما هييجي لك فلوس، على قد ما هيكون عندك مصروفات أو عندك التزامات، فاحذر يا برج الجدي من التزاماتك المادية الكثيرة. أمّا عن برج الدلو، ممكن يكون عندك فرصة إن أنت على قد ما هترتاح وأنت عايز ترتاح، لكن في الحقيقة مش هتكون فترة راحة أوي، أنت هتدخل في علاقة عاطفية جديدة، أو ممكن يكون عندك فرصة لبداية في شيء معيّن في الفترة دي، طبعًا ده نتيجة لنبتون. لكن الدلو وجود المريخ فيه هيخلّيك عصبي، فهيخلّيك مش عارف تتوازن، هيخلّيك مش عارف إن أنت تقول إمتى إيه وما تقولش إيه، فهتبقى متسرع شوية في القرارات بتاعتك أو في كلامك. أمّا عن برج الحوت المائي، وبرج الحوت إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون عنده شوية ضغوطات، لكن هو هيقدر يطلع منها. طبعًا أنا باقول لك الشمس موجودة في بيتك ال12، المريخ هيكون موجود في بيتك ال12، كل ده عامل ضغط فلكي قوي عليك، في خسارةٍ ما ممكن تحصل أو في stress أو في ضغوط معيّنة بشيء معيّن أو بشكل معيّن،
حاول إن أنت تلتزم بسورة من القرآن أو بوِرد معيّن عشان تقدر تعدّي الفترة دي وما تخشش في مشاكل أكثر من اللي أنت مش عايزها. أتمنى لكم السعادة وأتمنى الخير لكل الأبراج وأتمنى الخير للجميع. كان معاكم سارة فودة خبيرة الفلك والطاقة والtarot. سلام.